بتعاني من تورم مزمن، تقل في الأطراف، حركتك بتقل يوم ورا يوم، رجلك بقت بالشكل ده أو إيدك بقت بالشكل ده، فدي مش أعراض عادية، دي علامات حالة الليمفيديما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة نانسي محمود، والنهاردة في التوكس حلقتنا هتكون عن الليمفيديما. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الإديمة بصورة عامة شوية، وقلنا إن الإديمة هي عبارة عن تراكم للسوائل في المسافات اللي بين الخلايا. الليمفيديما بقى هو نوع من الإديمة، بس الفكرة بتاعته إن السائل اللي هيتراكم هنا بنسميه السائل الليمفاوي. فالليمفيديما هي عبارة عن تورم مزمن بيحصل نتيجة فشل الجهاز الليمفاوي في إن هو يصرف السوائل الزيادة اللي في الأنسجة، فبالتالي بيؤدي إلى تراكمها تحت الجلد. ممكن يصيب الدراعين أو الساقين أو أي جزء في الجسم، بس غالبا بيكون في الأطراف. طب ايه هي بقى اسباب الليمفيديما؟ الاسباب ممكن تكون اوليه وممكن تكون ثانويه. الاسباب الاوليه بتكون نتيجه عيب خلقي في تكوين الاوعيه او العقد الليمفاويه، زي مثلا ان عددها يكون اقل من الطبيعي او ما تكونتش اصلا. طب بالنسبه للاسباب الثانويه بقى، اول حاجه هو ازاله العقد الليمفاويه، زي في حاله سرطان الثدي ان هم بيضطروا يشيلوا العقد الليمفاويه لانه بيكون انتشر ليها خلايا سرطانيه. تاني حاجه مثلا هو العلاج الاشعاعي. تالت حاجة التهابات أو إصابات متكررة. ورابع حاجة وجود أورام بتضغط على العقد أو الأوعية الليمفاوية. طيب هنشخص بقى حالة الليمفيديما إزاي؟ أول حاجة هو أنا بعتمد على الهيستوري أو التاريخ المرضي للبيشنت، وأنا بسأله مثلا التورم بدأ يظهر معاك إمتى؟ هل مثلا اتعرضت لعلاج إشعاعي قبل كده؟ طيب لو كانت ست مثلا جالك سرطان ثدي قبل كده ولا لأ؟ بعد كده ببدأ إن أنا أعمل التشخيص السريري. هو أنا بشوف مثلا طرف واحد هو اللي اتأثر ولا طرفين، بشوف هل هو بيتنج ولا نون بيتنج وهكذا. وكمان ببدأ ان انا استبعد الحاجات التانية، استبعد الاسباب التانية، زي مثلا اخليه يعمل دوبلر الترا ساوند علشان استبعد وجود الدي في تي، اخليه مثلا يعمل ام ار اي او سي تي سكان علشان استبعد وجود الاورام. طيب هنعالج بقى حالة الليمفيديما ازاي؟ هيبقى عن طريق تكنيك كده بنسميه السي دي تي او الكومبليت دي كونجستيف ثيرابي. وعلى فكرة السؤال ده جالنا في امتحان الجراحة، جالنا كده بيقول لنا اتكلم عن الكومبليت دي كونجستيف ثيرابي. تمام، فلو حد بقى علاج بنها فممكن يجيله السؤال ده في امتحان الجراحة. طيب الكومبليت دي كونجستيف ثيرابي بينقسم لجزئين او 2 فيزز. الفيز الاولانيه بنسميها الانتنسيف فيز، والفيز الثانيه بسميها المينتيننس فيز. الانتنسيف فيز دي بيبقى مهمتها ان انا بقلل فيها التورم بصوره كبيره جدا، لكن المينتيننس فيز انا مهمتي فيها ان انا احافظ على النتائج اللي انا وصلت لها في الانتنسيف فيز في المرحله الاولى. المرحله الاولى دي بقى بعمل فيها ايه؟ المانيوال ليمفاتيك درينج. المانيوال ليمفاتيك درينج ده موضوع كبير جدا، بس هنختصره في كلمتين بسيطه. هو عبارة عن ايه؟ ان انا بعمل تصريف للسوائل اللي موجود عندي. طيب مثلا هنفترض ان ايدي دي فيها الليمفديما، ماشي. اول حاجه هشوف العقد الليمفاويه الموجوده في منطقه الابط، لو لقيتها سليمه هبدا ان انا اعمل لها تنشيط، وابدا ان انا اخد دراعي هقسمه لكذا جزء، ماشي. اول جزء عندي ده هبدا ان انا اصرف السوائل فيه من تحت لفوق، ماشي، من تحت لفوق. وبعد كده اخد الجزء الثاني اللي هو منطقه الفور ارم، ببدا ان انا برضو احرك السوائل من تحت لفوق. الموضوع يبقى بسيط جدا، حركات بسيطه جدا، ما تعملش اي احمرار على الجلد. انا باخد المنطقه اللي فوق الاول وبعد كده المنطقه اللي تحت، ليه؟ علشان طبعا ايه، اوسع مساحه للسائل اللي جاي من تحت، افضيله مكان يعني. طيب ده المانوال ليمفاتيك درينج ببساطه خالص. تاني حاجه بعملها وهي الكومبريشن ثيرابي. الكومبريشن ثيرابي بستخدم فيها بتاع ده ضمادات. عارفين الضمادات؟ ببدا ان انا الفها على الطرف اللي فيه الليمفيديما. طب بستخدم الضمادات هنا ليه؟ عشان بتوفر لي ضغط تدريجي، ان انا بزود الضغط في المنطقه اللي تحت وابدا ان انا اقلله طول ما انا طالع لفوق. تمام. بعد كده بعمل او بستخدم ثيرابيوتيك اكسرسايزز، وهي تمارين مهمتها هنا ان انا بحرك بيها العضلات، فتحريك العضلات هيساعدني في تنشيط الدوره الدمويه وكمان تصريف الليمف. بعد كده وهي السكين كير، ان انا احافظ ان الجلد بتاع البشرة يبقى نظيف ورطوبته كويسه، علشان ما يحصلش فيه اي عدوى بكتيريه زي مثلا السيلولايتس. طيب تاني حاجه بقى وهي المينتيننس فيز. المينتيننس فيز دي زي ما احنا قلنا ان هي مهمتها ان انا احافظ على النتائج اللي انا وصلت لها. يعني مثلا وصلت ان انا قللت الليمفيديما شويه، في المينتيننس فيز انا مهمتي ان انا احافظ على النتيجه اللي انا وصلت لها دي.
طب هعملها ازاي؟ بستخدم حاجه اسمها الكمبريشن جارمنت، اللي هي جوارب بيلبسها البيشنت، مش ضمادات، مش بلفها، هي بنشتريها كده وبيلبسها في ايده او بيلبسها في رجله ايا كان المكان اللي فيه الانفيديما، وبس بيلبسها وخلاص. ودي مهمتها ان هي بتديني ضغط ثابت علشان تحافظ لي على النتيجه اللي انا وصلت لها. بالاضافه بقى للثيرابيوتيك اكسرسايزز برضو، والسكين كير برضو مهمه، والمانوال ليفاتيك درينج، بس الموضوع هيبقى قليل شويه عن المرحله الاولى. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة عن الليمفيديما. طبعا حلقة مختصرة جدا، لكن ان شاء الله بدون شرح هتنزل حلقة على اليوتيوب هيبقى فيها شرح الليمفيديما بصورة مفصلة اكتر من كده بكتير يعني. فاللي غاوي يعني حابب يعرف تفاصيل اكتر من كده ان شاء الله يشوف الحلقة لما تنزل على اليوتيوب. وبس كده، لو حد عنده اي استفسار عن اي حاجة في الفيديو ممكن يكتب لي في الكومنتس.